السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. وصفتنا نهار اليوم بوزلو في الكوشه، اي برق عينو، كل واحد واش يقولو. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، تبعوا للاخير. الخضروات اللي حنستعملهم بوزلو: عندي بطاطا، عندي طوماطيش، عندي بصل، عندي توم قطعت هكذا باش نحشيها لداخل، وزيت قطعت هكا باش نرحيها، زوج وريقات تاع الرند، عندي شويه معدنوس، وعندي وحده فلفل حار. هادوما نميكسيهم كامل. وعندي كذلك الزبده، عندي كذلك توابل، عندي القزبر، زنجبيل، وعندي راس الحانوت تاع بوزلوف خاص بالبوزلوف، وعندي كذلك الملح. الميكسور تاعي نقطع الصوت، درت هذاك الثوم والفلفل ودرت المعدنوس، راح نرحيهم. المعدنوس والحار اللي رحيناهم نحطوهم ونضيفوا عليهم كامل التوابل اللي كنت درتهم لكم من قبل. انا ندير مغرفه تاع راس الحانوت تاع بوزلوف، انا ندير مغرف الصبر، ونزيد مغرف تاع الزنجبيل، ونزيد كذلك الملح، ونزيد نضيف مغرف كبيره تاع الزبده. كما نعرفوا في السخانه هذه راهي الزبده تذوب تمتم. هنا نخلط لا مارينات، بريفيرونس نستعمل يدي. مارينيت بوزلوف ديالي، بسم الله. ندخل كامل هذيك المارينات، نبدا نضيف هذيك الخضره ديالي: البطاطا، الطماطيش، البصل، هكذا كما تشوفوا. هنا بعد ما درت كامل الخضروات، هذيك لا مارينات اللي قعدت لي شويه في الغيسيبيون، ندير عليها شويه ماء ونفرغها فوقهم، ونعاود نغطي بابي كويسون ونزيد الومنيوم، نغطيهم مليح، نخليه واحد ربع ساعه ولا 10 دقائق تشرب شويه لا مارينات. اون طوندون الكوشه ديالي تسخن. هنا بوزلوف كنت طيبته انايا نص طياب، دونك النص الاخر نخليه يكمل في الكوشه. هنا كما قلت لكم من قبل نغطيوه مليح. جربوه البنات، راح على بالي يعجبكم ويجي بزاف بنين. ونبدلو شويه لو ريتم تاع شطيطها بوزلوف، نديرو شويه بوزلوف محمر هكذا باش ما يكونوش الدهون بزاف. هنا البنات بعد ما طاب لي، شوفوا كيفاش جا ما شاء الله محمر مجمر يذوب في الفم. وهذيك الخضره طابت لي الزبده ولا صوص ديالو ما راحش يقامكم. نزيد عليه 10 قارص بيان سور باش يعطيني البنه وما يقهمناش. كما نعرفوا في العيد تالمو ناكلو بزاف الحامي توسا، نتقاهموا شويه. انايا حبيت نخليهم العيد 2 جوغ ولا 3 جوغ، ومن بعد نطيبه لكم وتستفادوا من الوصفه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، جربوها ما راحش تندموا. كما قلت لكم كل واحد واش يقولوا، كاين يقولوا بوزلوف محمر في الكوشه، وكاين يقولوا برق عينو، وكل واحد طريقته في الطياب ديالو. شهيه طيبه، في الملتقى ان شاء الله.